السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم طريقة غريبة شوية ولكن النتيجة غادي تبهركم. عجين بخميرة البصل فقط بلا خميرة كيماوية وبلا تعقيدات، وما كتحتاج تغديوها كل نهار وايام باش توجد. في النهار هكا توجد وكنخدموا بها، كتعطيكم عجين هش وناجح 100%. الى اول مرة كتسمعي بخميرة البصل فبقاي معايا حتى الاخير، حيت غادي تشوفي كيفاش خرجت من هذا العجين الهش 100%. خرجت منها خبيزات ديال الزنجلان وبيتزا كبيرة وبيتزا صغيرة بهذا الخليط فقط. غادي نحتاج جوج ديال البصلات كيف ما كانت بيضاء اولا حمراء، كنقطعها هكا مشلضه، كنديرها في واحد الاناء وكنكب على كاس ديال العنبه يكون دافي، وكنبقى نمعسها هكا مزيان بيدينا حتى كيولي عندنا هذاك الماء جاي الحموريه شويه، يعني هذا اللون ديال البصل كيطلق في الماء، ما كيبقاش عندنا الماء صافي. هكا كنعرفوا ان دوك الفوائد ديال البصل راهم طلقوا. من بعد كناخذ دقيق القمح الكامل اللي حيت ليه غير النخاله الغليظه فقط، كنخلط. بالنسبه للعبار ديال الدقيق فعلى حساب شحال غادي يدخل لكم. المهم هذا الخليط غادي يكون عندي بحال العجينه العاديه، حيت غير بالقمح بوحدو فراه ما كيتجمعش بسهوله. غير يبان لكم هكا بدا كيتكور صافي كيكون واجد. كنديروا فواحد قرعه ديال الزاج، ضروري ما تكون قرعه الزاج. كنخدموا بيدينا اولا بسباتول ديال البلاستيك اولا شي حاجه ديال العود باش تنجح معنا هاد الخميره ديال البصل. القرعه ما خاصناش نعمروها، كنخليو شويه الخميره فين غادي تطلع وتخمر، وهذاك الشيء اللي بقى ليا غنديرو فواحد القرعه صغيره واحده اخرى. الغلاقه ما كنسدوش على القرعه نهائيا، غير كنحطها بحال هكا صافي وكنخليوها في سطح العمل بشي بليصه اللي تكون شويه دافيه. انا درت معكم لاستيك باش تشوفوا القياس اللي ارتفعت به هاد الخميره. درتها حتى بدقيق الفورس، حتى هي انتفخت وعطات نفس النتيجه، ولكن من الاحسن انكم ديروا القمح الكامل، شي حاجه اللي صحيه تخدموا بها. انا ما درت معكم هاد الوصفه حتى جربتها من قبل ونجحت، عاد شاركتها معكم. بالنسبه للقرعه هانتوما كتشوفوا راه انتفخت وتفاعلت الخميره ديالنا، القرعه راها عمرات. كناخذ واحد الكاس ديال العصير، كنكب فيه هاد الخميره ديالنا، ما كنكباش كامله، كنخلي واحد شويه باش نعاود نزيد عليها من بعد باش ديما تبقى عندي. والقريعه اللي قلت لكم غادي نعمر داكشي اللي بقى ليا في التبصيل، فهو هذا غادي نضيفو حتى هو. بالنسبه للحليب غادي ندير نصف لتر ديال الحليب، كنكبو فوق هاد الخميره وكندير كلشي كيتطحن. منها كينسجموا مع بعضياتهم، منها كيتدلك لينا غير شويه حيت ما غاديش ندلكو هاد العجينه نهائيا. صافي من بعد ما طحناه كنديرو في واحد الاناء اللي يكون كبير، نخليو لها اتساع فين غادي تختمر. كندير هنايا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال العسل الحر. انا خدمت معكم وصفه صحيه في نفس الوقت. هذا الدقيق ديال القمح الكامل مغربل بالغربال الرقيق، وضفت عليه فرينه البلديه حتى هي. صافي كنبدا كنخلط وانا كنضيف الدقيق القياس اللي غادي تجمع ليا العجينه بحال الخبز العادي، كتكون العجينه متماسكه وفي نفس الوقت كتكون طريه. هنا غادي نوريكم الا شفتوا العجين بحال ما هكا باقي جاري فضيفوا ليه الدقيق. العجين كتكون عندنا متماسكه وفي نفس الوقت طريه بحال العجين العادي ديال الخبز. هنا من بعد درتها فوق سطح العمل، ما دلكتهاش ما عجنتهاش، غير ثواني فقط ديتها وجبتها هكا، حيت خاصني نخوي هاد الاناء دهنو بالزيت فاش غادي نرجع تخمر فيه. من بعد ما دهنا هاد الاناء مزيان غادي نرد ليه العجينه كيف ما كتشوفوا القوام ديالها، شوفوا كيفاش داير، راه رطبه ومتماسكه في نفس الوقت. غادي نردها للاناء وغندير لها دهنه ديال زيت العود من الفوق، وغادي نغطيها مزيان بالبلاستيك ونخليها مده ديال التخمير اللي خدات ليا هاد العجينه هي 6 ديال السوايع. كيف ما كتعرفوا الخميره راها طبيعيه، ما دايرينش خميره صناعيه اولا كيماويه، فغادي نصبروا عليها شويه باش نشوفوا النتيجه زوينه وحاجه اللي صحيه. انا نسيت ما علمتش معكم العجينه، تتفكرت عاد رجعت. كمشوا العجينه لتحت راه بدات كتنتفخ، بدات كدير فقاعات. ما عنديش فلوريسون باش غادي نعلم لكم، فدرت غير واحد طريف ديال العجينه علمت لكم. شوفوا تبارك الله الارتفاع ديالها والحجم راه كتر وضاعف، رغم انه من التحت راه كان غير واحد شويه ديال العجين. وشوفوا تبارك الله دابا شحال عطاتني ديال العجينه. انا درتها في هاد الزلافه اللي كبيره، يعني كتهز، حيت سبق ليا وجربتها في زلافه صغيره وفاضت ليا. من الاحسن انها تكون هكا في شي اناء اللي يكون شويه واسع، فنخليو لها حتى هي فتختمر على خاطرها. كندهن سطح العمل بشويه ديال زيت العود، من الاحسن نخدموا بزيت العود حيت عندكم الوصفه الصحيه، فكملوها كامله مزيان.
كنديرها فوق سطح العمل فقط، غير كنديها ونجيبها نخرج منها شويه ديال الفقاعات الهواء اللي فيها، وكندير لها هاد الطريقه هذه كنجمعها صافي وتنقسمها على 4 ديال الكريات يكونوا متساويين بنفس الحجم. بالنسبه للعجين ما تخدموا بها حتى تشوفوا الحجم ديالها ارتفع، حيت الا ما ارتفعش راه ما غاديش تنجح لكم هاد الوصفه هذه. من بعد خديت ورق ديال الزبده دهنته بشويه ديال الزيت وحطيت فيه الكرات ديال العجين، درت 2 كرات كنبسطهم فقط من الوسط وكنخلي الجوانب يبقاو عاليين، ما كنقيش الجوانب، فقط كنبسطها من الوسط وكناخذ هاد الطابع ديال الحلوه كنضغط عليها هكا من الوسط باش ما تنفخش ليا في الطياب، ومنها كتعطي واحد التقيبات زوينين في الوسط. خديت واحد بيضه، من الاحسن ديروا صفر بيضه باش يجيكم اللون حسن، ديروا معاه قطرات ديال الخل ودهنوا الوجه ديال هاد الخبيزات هادو من الوسط ومن الجناب. بالنسبه للتزيين انا درت الزنجلان، ممكن انكم تزينوا باي حاجه عندكم وكتعجبكم. صافي من بعد كنجرها بالورق ديالها وكنديرها في اللاطه وتندخلها الفران طيب. الفران اللي كيكون سخون على 200 درجه، كنشعل من التحت حتى كطيب من التحت وكنشعل من الفوق تحمر الوجه ديالها. بالنسبه للعجين الثالث او الكره الثالثه فقطعتها هكا كريات صغار، خرجت لي 5 ديال الكرات حتى هما نفس الحاجه كنبسطهم من الوسط وتنخلي الجناب عاليين. هنا نسيت ما تقبتهمش بالفورشيط، ضروري ما تقبوهم من الوسط بالفورشيط وكندخلهم حتى هما الفران يطيبوا، ما نخليهمش يطيبوا بزاف غير شويه. بالنسبه للخبزه الرابعه او الكره الرابعه فكنبسطها من الوسط، هذه غتعطيني بيتزا بحجم كبير، كنبسطها من الوسط وتنخلي الجناب ما كنوركش عليهم يبقاو شويه عاليين. من بعد كنتكا هكا بالشوكه من الوسط، ما كنتقباش بزاف غير واحد شويه صافي، حيت هاد العجين عندنا راه بالقمح الكامل ما كيرتفعش بزاف بحال الدقيق الابيض. من بعد هادوك البيتزات الصغار كندهنهم حتى هما بصفار البيض غير الجناب فقط، الوسط غادي نعمروه وتندخلهم الفران يطيبوا. عندي هنا واحد المقله درت فيها شرائح ديال البصل، درت فيها الفلافل الالوان اللي عندكم، ممكن ديروها غير خضر، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه ونص معلقه صغيره ديال البزار. هذا الزعتر اللي كنت شاركت معكم قبل في القناه، عندي ديما كنخدم به ما كيخسر ما والو. كندير معلقه صغيره صافي، تنخلط كلشي وتنديرو فوق العافيه حتى كتشحر لينا هاد الخضر. بعد ما تشحرات ضفت ليها الكفته ديال الغنمي، القزار، يعني لقيت كلشي ساد وتر باش غنطحن اللحم ما حال حتى شي واحد، فدرت غير الهاشوار صافي تنخلط وتنديرها فوق العافيه حتى هي كطيب. من بعد خديت واحد الزلافه درت فيها تقريبا نصف طوبه ديال السكر، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق شحال بغيتو نتوما، وقطرات ديال الماء تقريبا ربع كاس ديال العنبه ديال الماء، كندير فيه 3 المعالق ديال المطيشه ديال المركزه هذه ديال الحك، وتنخلط هي باش غادي ندهن هاد البيتزات هادو. واللي بغى يوجد صلصه طماطم منزليه ديال الدار فيديرها ماشي مشكله، ما عنديش الوقت درت غير هادي مع التصوير وبغيت غير نعطيكم فكره على هاد العجين شنو تقدري تخرجي منها. من بعد كندير الحشوه، كندير شويه ديال الفرماج والزيتون وكندخلها الفران فقط غير يذوب لينا الفرماج وتنخرجوها. بالنسبه للعجينه الكبيره ديال البيتزا فانتما كتشوفوا راها رطبه ما كتجيش قاصحه، تقولوا بدقيق القمح وبلا خميره هذه غادي تجي قاصحه، لا كيف ما كتشوفوا معايا كندهنها حتى هي مزيان من الوسط بهذا مركز الطماطم وكندير الحشوه. بالنسبه للبيتزا الصغار نسيت ما قلت لكم حتى هما ديروا عليهم الزعتر والزيت العود عاد دخلهم الفران، وكندير عليها الفرماج والزيتون. وبالنسبه للحشوه راه كتبقى على حسب الرغبه نتوما شنو بغيتو ديروا فيها، كنزيد عليها الزعتر من الفوق وشويه ديال زيت الزيتون، كندخلوها حتى هي الفران سخون، ولكن انتبهوا انا خليتها شويه لهباتها العافيه، ردوا معاها البال باش ما تخليوهاش تتحرق لكم. هانتوما كتشوفوا الطراوه ديالها، مكون بسيط ومتوفر في اي دار عطاتني احسن نتيجه. هادو هما الخبيزات اللي صايبنا بالزنجلان، حتى هما كيجيو محمرين زوينين. فإلا كنتي اول مره تشوفي خميره البصل قولي لي في التعاليق واش كنتي كتسمعي بها من قبل ولا لا. فإلا كنتو كتقلبوا على بديل طبيعي للخميره الكيماويه ضروري تجربوا هاد الطريقه هذه، وما نساوش المساند الرسمي هو البصله.
بالنسبة للناس اللي بغاو هاد الطريقة بالدقيق الأبيض حتى هي راها ناجحة. الدقيق الأبيض كيف ما كيتبان لكم الخميرة صافي خمرات وتفاعلات، خدموا بها مباشرة، حيت إلا خليتوها حتى للعشية أو للغد تقدر تطفى لكم، تهبط ما تبقاش خامرة، وخا تعاودوا تغديوها ما غاديش تنشط لكم. بالنسبة للنتيجة فراه غتكون نتيجة أحسن من دقيق القمح، حيت كيما عارفين الفورص راه كينتفخ وكيعطي نتيجة زوينة، ولكن ماشي صحي للصحة ديالنا. هذا هو العجين ديالنا بدقيق القمح الكامل، هش وناجح بفضل خميرة البصل فقط. إلا عجبتكم الفكرة وجربتوها كتبوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ضروري ما تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالصحة والراحة. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. وكنتمنى الوصفة تنال إعجابكم، وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة، حيت كان زرب باش ما نطولش عليكم فيديو في نفس الوقت نوصل لكم الفكرة.